أصدقائي راح نعمل كريمة ثوم للشاورما. عندي كوب موي وعندي نص كوب نشا. راح أطبخ النشا مع الموي. طبعا على البارد. هلا بشغل الغاز. طبعا أصدقائي أنا طبخت النشا مع المي. هلأ راح أخليه حتى يبردوا. أصدقائي بعد ما طبخت النشا راح أحطه بالخلاط. عندي نص معلقة ملح زائد 3 سنايات توم. عندي نص كاسة مي. عندي معلقة خل، معلقة ليمون، والزيت بالتدريج بحطه. طبعا الزيت بالتدريج بحطه. طبعا أصدقائي كريم الثوم صار جاهز عندي. الكريم صار جاهز عندي. طبعا بهالسماكة هي